نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي واصدقائي واحبائي ومتابعيني في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم عارفين عملنا قبل كده صوابع المكشكشة او صوابع البورمة. هنعمل النهارده بقى المكشكشة اللي طالعة ترند اليومين دول. هنعملها بحشوة عادية خالص وبسيطة خالص. ممكن الحشوات بتاعتنا تتغير وهقول لكم الكلام ده في الفيديو. تعالوا نشوفوا المكشكشة بتاعتنا هنعملها ازاي ومكوناتنا ايه هي. يلا بينا. اول حاجه انا بعتذر لكم عن التصوير، انا الكاميرا بحسبها بتصور بس للاسف لقيتها واقفه فاضطريت ان انا اصور من اول هنا. انا عملت ايه؟ انا دهنت الصينيه بس بالسمنه، السمنه طبعا بتاعتك اللي انت بتستخدميها، وحطيت نص كميه الجلاش، حطيتها من تحت بين كل رقه ورقه بدهن الجلاش بالسمنه. طبعا الدهنه خفيفه كده عشان ما يبقاش تقيل مننا. تمام. انا هنا استخدمت حوالي كيلو الا ربع اللي هي لفه ونص من الجلاش، لان الصينيه بتاعتي كانت كبيره شويه. لكن انت ممكن تستخدمي لفه بس كفايه. خلاص كده خلصت نص الكميه. هحط الحشو بتاعنا بالنسبه للجلاش. ممكن تستخدمي كاستر، ممكن تستخدمي المهلبيه، وممكن تستخدمي المكسرات. طبعا الناس اللي كانت هتاكل الجلاش دوت كانوا طالبين ان هم عايزين جوز هند وسوداني بس. فانا طبعا عملت الحشو اللي هم عايزينه. طبعا الحشو ده زي ما قلت لكم قبل كده، الحشوات دي بتاعتك انت وكل واحد وذوقه. تمام. هحط الحشو بتاعي زي ما انتم شايفين كده. وطبعا انا في الجناب كنت رافعه الزياده في الجناب عشان انا مش عايزه الحشو يبقى على الحرف ويتحرق من الجناب. فانا هطبق الجلاش من الجناب، الحتت اللي انا رافعاها دي هطبقها. انا حطيت الحشو اهو زي ما انتم شايفين، وهحط طبقه اهيت من الجلاش عشان اغطي بيها الحشو، عشان الحشو انا مش عايزاه يتقلب. وفي نفس الوقت انا اما كشكش الكنافه اسفه، اما كشكش الجلاش مش عايزاه يبقى فوق الحشو على طول عشان ما يفصلش عن بعضه. هاجي ادهن برضو طبقه الجلاش، ورقه الجلاش اللي انا حطيتها هدهنها كده عشان خاطر لما اجي اطبق من الجناب تلزق كويس في الجلاشه، تبقى كلها حته واحده. عشان زي ما قلت لكم لما اجي اقطع الجلاش ما يبقاش مقسوم نصين والحشو يبقى بره ويقع مني. هاتني اهوت من الجناب زي ما انتم شايفين اهوت. تمام. عشان خاطر زي ما قلت لكم الحشو ما يطلعش بره. هتنيها كده وهحط برضو من فوقيها طبقة جلاش تانية عشان تقفل الجزء دوت. وهحاول ان انا من الجناب ادخلها تبقى تحت الجلاش اللي محطوط، بحيث ان كلها تبقى قطعة واحدة. انا عايزاها حتة واحدة، مش عايزاها تفصل عن بعضها. تمام. اهوت الجلاش اهوت حطيتها. هحط الطبقة بقى اللي بقول لكم عليها ديت عشان اقفل بيها الجلاش كله. اهي لا، ورقة الجلاشة الأخيرة اللي قلت لكم عليها. هاجي بقى عشان أتني المكشكشة بتاعتي. هجيب ورقة الجلاش كده. أنا طبعا كنت هتنيها فوق بعضها، قلت لا خليني أحسن أتني كل ورقة لوحدها أهيت عشان خاطر أتنيها براحتي. أهيت بصوا بتكشكشوها ازاي، بتفردي الورقة وتاخديها كده طبقات فوق بعضها وتبقى مكشكشة كده زي ما انتوا شايفين. انا في البداية كنت هحطها بالعرض كده لكن لقيتها قصيرة فحطيتها بالطول وكملت بجزء تاني، لان انا الصينية بتاعتي زي ما قلت لكم كبيرة. لكن الصينية لو صغيرة هيبقى ممكن تاخدي الورقة وتفرديها تبقى كويسة معاكي. الورقة لو تقطعي زي ما انتوا شايفين كده مفيش مشكلة، متقلقيش انت هتكشكشيها على بعضها مش هتبان القطعة. انا لقيت الورقه كبيره حبيت ان انا اقطعها، بس قلت لا يا ريتني ما كنت قطعتها، لان انا دايما بستخدم صينيه اصغر من كده. بس انا عشان كنت محتاجه حجم كبير فرحت عامله في الصينيه الكبيره ديت. بس برضو ما تعبتش فيها الحمد لله. يعني هي سهله جدا على فكره وما بتاخدش وقت خالص والله العظيم. يعني ما خدتش مني وقت خالص لما عملتها. وحتى في سواها الجلاش بيستوي بسرعه وما بياخدش وقت برضو في الفرن. اهي كشكشت كل الجلاش اللي عندي وحطيته لغايه ما قفلت الصينيه بتاعتي خالص عشان خاطر هحطها في الفرن. وقبل ما احطها في الفرن هوريكم انا هعمل فيها ايه. كده انا بعمل في اخر ورقه وهقفل الصينيه بتاعتي عشان خاطر احط لها بقيه حاجتها واحطها في الفرن. ادي هي المكشكشه بتاعتي، خلصت الصينيه. ما خدتش معايا وقت خالص والله وسهله. اللي بتتباع غاليه جدا، معرفش يعني معرفش بيبيعوها بالرقم اللي انا سمعته دوت ليه. هي مش مستاهله السعر ده خالص. وكانت سهله جدا يعني حتى مش متعبه عشان اقول هم بياخدوا الفلوس دي عشان تعبهم فيها. لا هي مش متعبه خالص والله العظيم. المهم انا خلاص اهو في اخر ورقه زي ما قلت لكم اهي. بصوا الورقه متقطعه مني ازاي، بس ما فيش مشكله خالص انا فردتها كويس
وعم كشكشتها برضو زي ما بكشكشها، والتقطيعه ديت اتدارت خالص. تمام كده خلصت الصينيه بتاعتي اهيت زي ما انتوا شايفين. هعمل ايه بعد كده؟ اكون انا طبعا مسيحه السمنه بتاعتي عشان هحط السمنه على الجلاش بتاعي. لازم السمنه تتحط فوق الجلاش عشان خاطر نحطها في الفرن. ادي السمنه بتاعتي اهيت. طبعا انا هحاول ان انا احطها بالفرشه، بس لو في معلقه هيبقى افضل بكتير طبعا، عشان هتحط معاكي السمنه اكتر يعني. تمام. طبعا زي ما قلت لكم السمنه ما نحطش كتير عشان ما تموعلناش نفسنا وتبقى تقيله. السمنه تبقى في المعقول هتبقى افضل. طبعا لازم نحط عليها سمنه كلها عشان تتحمر ويبقى كلها تحمير واحد وسوا واحد. تمام. هخلص السمنه بتاعتي، طبعا ما نكترش سمنه عشان ما تموعش نفسنا وما تبقاش تقيله. هخلص السمنه بتاعتي وبعد كده هنحطها في الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، ونخلي بالنا عشان ممكن تتحرق مننا. هحطها في الفرن وارجع لك. كده بعد ما طلعت من الفرن هنحط طبعا، وهي اول ما تطلع هنحط عليها الشربات. هي بتبقى سخنه والشربات بتاعنا بيبقى بارد. هنحط الشربات بتاعنا، ما نكترش برضه عشان ما تبقاش سكرها كتير وتضايقنا في الاكل. احنا طبعا مش حاطين لها حشو، الحشو اللي جوه مش حاطين لها فيه سكر خالص، فهو بنعتمد التحليه بتاعتنا على الشربات اللي احنا بنحطه. الشربات طبعا عملناه مع بعض كذا مره قبل كده، هحط لكم برده الطريقه بتاعته في صندوق الوصف. كده الصينيه بتاعتنا خلصت، يا رب تكون عجبتكم ويا رب تكون سهله عليكم. طبعا بعد ما بنحط الشربات بنحاول نحط من فوق، نغطيها باي حاجه عشان خاطر ما تبقاش ناشفه قوي من الوش. فتغطيها بورق فويل، تغطيها بصينيه تانية، مفيش مشكله ايه الحاجه اللي تغطيها بيها. المهم تغطيها شويه، تديها كده 5 دقايق عشان خاطر ما تبقاش ناشفه وتبقى تكسر منك. طبعا ممكن احنا نحط من فوق رشه بقى سوداني، رشه مكسرات، رشه فستق، الحاجه اللي انتي تحبيها حطيها، مفيش مشكله خالص. بس كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. يا رب يكون فيديوهاتنا حلوة وخفيفة على قلبكم كده وتكون بتعجبكم. واتمنى لو في اي حد محتاج اي وصفة يقولي عليها، وانا لو اعرفها مش هتأخر عليكم. انا مش بحب افتي، لو في حاجة بعرفها بقول بعرفها، الحاجة اللي ما بعرفهاش بقول لكم ما بعرفهاش على طول. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم ويا رب يكون خفيف على قلبكم. باي باي. زي ما شفنا عملنا المكشكشه طريقتها سهله جدا ازاي. طبعا المكشكشه دي ليها اكتر من حشوه زي ما قلت لكم في الفيديو كده. ممكن نعملها ساده خالص من غير اي حشوات، وممكن نعملها بالمكسرات او باي أو زبيب وجوز هند سوداني اي حاجه من ديت، وممكن نعملها بالكاستر او المهلبيه. طبعا الحشوات دي بتاعتك انتي واللي انتي تحبيه وتفضليه هتعمليه. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم ويا رب فيديوهاتنا كلها تكون بتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. باي باي.